كلمة من حرفين اتنين بنسمعها كل يوم وفي كل مكان وفي كل اللغات، حتى لو في ناس منهم مش متعلمة أو ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض إنجليزي. أوكي، المقطع الأكثر انتشارا في العالم، ولك أن تتخيل إن الكلمة صغيرة قوي اللي هي أوكي دي من أكتر المصطلحات اللي نشأت عليها نظريات تفسرها وتشرح إزاي بقت موجودة. فيعني إيه بقى أوكي؟ وإيه أصلها؟ وإزاي وصلت لنا؟ هحكي لك. الموضوع كله بيرجع لسنة 1830 لما كان في مجموعة من الشباب الروشين في الوقت ده، زي الشباب الروشين بتوع اليومين دول، لما حبوا ان هم يتكلموا بلغة تعتمد على الاختصارات. زي مثلا دلوقتي لما تلاقي حد بيقول لك بي ار بي، يعني بي رايت باك، يعني هرجع قريب، او تيك يور تايم، تي واي تي، يعني خد وقتك. او انت فاتح على التيك توك تلاقي واحده جايبه الدولاب بتاعها كله قدامها راميه على الارض، وتلاقي مكتوب على الفيديو جي ار دبليو ام، اللي هي اختصار جيت ريدي ويز مي، او استعد معايا. شباب اشقياء. فهو ده اللي حصل في 1830 مع شويه الشباب دول لما افتكسوا كده كام كلمه مختصره يتعاملوا بيهم. وعشان هم ما كانوش اشقياء عادي، كانوا اشقياء خالص، فكانت الاختصارات دي كلها غلط املائيا عن قصد طبعا. زي مثلا كي واي اللي هي نو يوز، واللي هي مش نو يوز دي، نو يوز دي، يعني بالمعنى كده حاجه ملهاش لازمه، بس كانوا بيختصروها عن قصد بالغلط الاملائي ده. او مثلا او دبليو اللي هي اول رايت، بس مش اول رايت دي، اول رايت دي، واللي هي يعني كله تمام. وزي كلمه اوكي واللي معناها all correct، يعني كله تمام ومظبوط. وبطريقه ما في الوقت ده اصبح مصطلح اوكي منتشر كاختصار ما بين الشباب دول وبعضهم، لحد ما جه كاتب في الوقت ده كان كاتب في جريده اسمها بوسطن مورنينج بوست اسمه تشارلز جوردن جرين، وكتب مقاله في شهر مارس في 1839 واستخدم فيها اختصار اوكي. ومن هنا بدات كلمه اوكي تنتشر في مقالات تانية ولقاءات تلفزيونيه وفي الكلام العادي ما بين الناس وبعضهم، فبقت كلمه اوكي مصطلح دارج ما بين كل الناس. ومن كتر ما الكلمه انتشرت ساعتها، ده خلى واحد من مرشحين الرئاسه الامريكيه في الوقت ده، وكان اسمه مارتن فون بورن، واللي كان في مقاطعه اسمها كاندر هوك، يستخدم كلمه اوكي كشعار ليه في الانتخابات. وكان قصده في الشعار ده وقتها وهو انتخبوا ابن اولد كاندر هوك اشاره للمنطقه اللي اتولد فيها. ومن هنا بدا الانصار والمؤيدين ليه في الوقت ده يهتفوا في الحمله الانتخابيه بتاعته باوكي، منها اختصار للحمله الانتخابيه بتاعته اللي هي اختصار لاولد كاندر هوك او وكي، واللي منها الاختصار الشائع في الوقت ده اللي هو اوكي، يعني احنا موافقين وتمام. الحمله ما نجحتش وخسر الانتخابات ولكن مصطلح اوكي بدا ينتشر اكتر واكتر. ده كمان اتنقل للسلانج انجلش او العاميه الانجليزيه، الكلام الدارج ما بين الناس وما بين بعضهم، وفضلت كلمه عاميه منتشره لذيذه ما بين الناس وسهله، لغايه مش بس ما بقت كلمه شكلها حلو، لا دي بقت كلمه مهمه جدا كمان. وده بسبب اختراع التليجراف. التليجراف ظهر لاول مره في 1844، وكان عباره عن آلة بتنقل الرسائل عن طريق نبضات كهربائيه مع استخدام نقط او شرط، كل نقطه او شرطه بتمثل حرف من حروف اللغه الانجليزيه. وكانت اوكي واحد من الاختصارات السهله والغير مكلفه، ومن هنا بداوا يعتمدوها اكتر في المراسلات اللي بيعتمدها التلجراف ما بين الهيئات والمؤسسات، كاشاره ان الرساله وصلت من الجهه اللي بعتت للجهه اللي استلمت، فتروح الجهه اللي استلمت ترد بالرساله اللي هي اوكي، فكده هي استلمت الرساله خلاص. ده كان زي السيم ما بينهم كده. دي النظريه المنتشره واللي اتكتب عنها كمان عن اصل نشأة اوكي وازاي انتشرت لغايه ما وصلت لنا دلوقتي. في نظريه تانية اسمها او كل، بتقول ايه النظريه دي؟ بيقول زمان اثناء كل حرب بعد ما كانت الحرب دي بتخلص، كان بيبقى في جندي مسؤول بعد كل حرب ان هو يعمل احصاء او عدد للجنود اللي اتقتلت. فلو في مثلا 30 واحد اتقتل او مات، يبعت رساله يقول فيها 30 كل، 30 واحد اتقتلوا. لو 45 45 كل، 45 واحد اتقتلوا. ولو مفيش حد اتقتل خالص، يبعت رساله فيها او كل او زيرو كل، ودي كان معناها ان الدنيا حلوه وتمام واحنا كسبنا ومفيش حد مات. فالنظريه دي بتقول انه من هنا نشأ مصطلح اوكي. سواء بقى النظريه الاولى او النظريه الثانيه هي اللي صح، المهم ان الكلمه انتشرت وبتستخدم الى يومنا هذا. وزي ما كتب عنها الكاتب ألان ميتشل، اوكي had the distinctive quality of today's basic meaning affirming without evaluating، يعني اوكي بتاكد بس مش شرط تقيم، او بمعنى تاني انك بتستخدمها عشان تاكد على الحاجه. فانت بتقول تمام اوكي، تمام بقى حلو، تمام وحش، تمام سمعت وهتنفض مش هتعمل حاجه، المهم ان انا وصلتني الحاجه وسمعتها وشفتها وبكون فيرم ان هي وصلت. فلو كنت اول مره تعرف يعني ايه اوكي وايه القصه بتاعتها، وعندك واحد صاحبك عارفك بكلمه اوكي كل شويه، اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.